لو قلت لك ان الموبايل اللي في ايدك دلوقتي مش مجرد موبايل، ولو استخدمته صح هيتحول قدامك لبيئه لينكس كامله، تقدر تبرمج عليه وتتعلم نتوركينج وتستخدم وتجرب ادوات السايبر سيكيورتي، وكل ده من غير لابتوب. يمكن الكلام يبان غريب شويه، لكن اوعدك بعد ما تخلص السلسله دي هتبص لموبايلك بطريقه مختلفه خالص. اهلا بكم يا شباب في اول حلقه من سلسله بن تيستنج اون موبايل، سايبر سيكيورتي بالموبايل فقط. السلسله دي معموله لاي حد نفسه يدخل مجال السايبر سيكيورتي لكن ما عندوش لابتوب او امكانياته محدوده. احنا هنا مش هننزل ادوات وخلاص، كل امر هنكتبه هنعرف هو بيعمل ايه، وكل اداه هنثبتها هنعرف هي موجوده ليه، وباذن الله مع نهايه السلسله هيبقى عندك لاب كامل تقدر تشتغل منه على موبايلك. لكن قبل اي حاجه لازم نجهز البيئه اللي هنشتغل عليها، تجهيز بيئه العمل. قبل ما نبدا في سؤال بيتكرر كتير، هو ليه اصلا هنستخدم الموبايل؟ ليه ما اتعلمش على الكمبيوتر؟ والاجابه بسيطه جدا، مش كل الناس عندها لابتوب، وفي ناس كتير نفسها تبدا تتعلم لكنها مستنيه تشتري جهاز، وانا مش عايز ده يكون سبب يخليك تاجل التعلم. عشان كده هنستخدم تطبيق اسمه تيرموكس. ببساطه تيرموكس هو تطبيق بيحول موبايل اندرويد لبيئه شبه لينكس، من خلاله تقدر تكتب اوامر لينكس وتثبت برامج وتشغل لغات برمجه وتتعامل مع ملفات، وده هيكون الاساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. لكن خد بالك من نقطه مهمه جدا، لو لسه ما نزلتش تيرموكس ما تروحش تنزله من جوجل بلاي، ده طبعا لان النسخه الموجوده هناك بقالها كتير ما اتحدثتش، فممكن تعمل لنا مشاكل واحنا بننزل ونثبت بعض الادوات. وانا سايب لك الرابط الرسمي لتنزيل التيرموكس، هتلاقيه في وصف الفيديو. هتنزل الابلكيشن من هناك وهتفتحه وهتكمل معايا الشرح. طيب تعالى كده نفتح الابلكيشن. اول ما تفتح البرنامج هتلاقي ان مفيش اي ازرار او قوائم او اي حاجه، مجرد شاشه سوداء ومؤشر مستني منك انك تكتب اول امر، وده طبيعي جدا لان احنا هنا بنتعامل مع التيرمينال، يعني كل حاجه هنعملها هتكون عن طريق الاوامر. ولو اول مره تستخدم لينكس ما تقلقش، لان كل خطوه هنشرحها بالتفصيل وهنطبقها مع بعض. اول خطوه هنعملها قبل ما نثبت اي حاجه لازم ندي تيرموكس صلاحيه الوصول لملفات الموبايل. فتعالى كده واكتب معايا الامر ده، تيرموكس داش سيت اب داش ستورج وانتر. هيطلب مني الصلاحيه، نزلنا تحت كده هضغط allow، هنفعل التيرموكس عشان اديله الصلاحيه، تمام. وبعدين هرجع تاني للابلكيشن، وبكده التيرموكس بقى قادر يتعامل مع ملفات الموبايل، ودي خطوه هنحتاجها بعد كده لما نبدا نحفظ مشاريعنا او نتعامل مع ملفات. في السلسله دي عندي طلب صغير منك، ما تكتبش الاوامر كانك بتنقلها وخلاص، جرب بنفسك، ولو طلع لك ايرور حاول تفهم سببه ايه، لان المجال ده مش بيعتمد على حفظ الاوامر، بيعتمد على الفهم. كل ما فهمك زاد كل ما هتعرف تستخدم الادوات بشكل افضل، وكل ما احترافيتك هتزيد. بعد ما جهزنا التيرموكس وادينا له صلاحيه الوصول للملفات، دلوقتي هنبدا اول خطوه اي شخص بيعملها وهو بيبتدي يتعامل مع اللينكس، وهي تحديث النظام. حتى لو لسه منزل تيرموكس من 5 دقايق، التحديث مهم لانه بيجيب احدث المعلومات عن البرامج الموجوده، وبيضمن ان كل حاجه هنثبتها بعد كده هتشتغل بدون مشاكل. فتعالى كده واكتب معايا اول امر باكج ابديت وانتر. هتبص كده هتلاحظ ان التيرموكس بدا يتصل بالسيرفرات، وبيجيب لك احدث قائمه بالحزم المتاحه او الباكج المتاحه. وده هنا بيجيبنا لسؤال مهم، ايه الفرق بين الابديت والابجريد؟ ناس كتير بتفتكر ان الاثنين هم نفس الحاجه، لكن الحقيقه ان في فرق بسيط. لما بتكتب باكج ابديت انت بتحدث قائمه البرامج اللي النظام يعرفها، لكن لما بتكتب باكج ابجريد انت بتقول للنظام حدث لي كل البرامج الموجوده عندي لاخر اصدار. يعني ببساطه الابديت بيحدث القائمه والابجريد بيحدث البرامج نفسها. بعد ما يخلص ابديت هنكتب الامر ده باكج ابجريد وانتر. هيسالك طبعا هل توافق على التحديث، هنقول له يس واي انتر، وهنستنى شويه لحد ما يخلص، ممكن ياخد منك دقيقه او دقيقتين على حسب طبعا سرعه النت عندك. واثناء ما التحديث شغال خليني اعرفك على اهم امر هنستخدمه في السلسله كلها، وهو باكج، وده اسمه مدير الحزم. يعني ببساطه شديده اي امر هننزله على تيرموكس غالبا هننزله باستخدام باكج، سواء تثبيت او تحديث او حتى حذف برامج. يمكن كمان تشوف ناس على الانترنت بتستخدم امر تاني اسمه ابت اي بي تي، وفي تيرموكس الاثنين هيشتغلوا في اغلب الحالات، لكن طول السلسله دي احنا هنستخدم باكج لانه طبعا ابسط ومخصص للتيرموكس. بعد ما التحديث خلص خلينا كده نفضي الشاشه الاول ونكتب كلير انتر عشان طبعا نبدا الشغل بتاعنا من على شاشه نظيفه. اول اداه هنثبتها وهي جيت، هنيجي كده ونكتب باكج انستول جيت وانتر. هيطلب منك تاكيد طبعا واي انتر، ونستناها لحد ما تخلص. حلو. طيب ليه جيت؟ ليه اداه جيت دي هنستخدمها؟ ده لان اغلب المشاريع والادوات اللي احنا هنستخدمها موجوده على جيت هاب، وهنحتاج جيت علشان نحملها. بعد ما يخلص هنتاكد ان هو اتثبت، فهنكتب جيت مسافه داش داش فيرجن وانتر. لو ظهر لك رقم الاصدار يبقى احنا كده تمام، الاداه اتثبتت عندنا وكله زي الفل. طيب الاداه اللي بعدها اللي هنستخدمها وهي كيرل، هنيجي كده عشان نثبتها هنكتب باكج انستول كيرل. لو ظهرت عندك رساله بتقول ان الاداه متثبته بالفعل وانها اخر اصدار، ده طبيعي جدا ما فيش اي مشكله. طيب ليه كيرل؟ كيرل من الادوات المهمه اللي هنستخدمها بعد كده في ارسال واستقبال البيانات، طبعا تحميل بعض الملفات. طيب بعدها كده هنيجي ونثبت اداه wget، فهنكتب باكج انستول wget وانتر. يمكن حد كده يجي ويسالني طيب احنا دلوقتي عندنا كيرل ليه هنستخدم wget؟ الاجابه ببساطه ان wget مخصص اكتر لتنزيل الملفات، وناس كتير بتفضل اداه wget لحد النهارده خصوصا مع الملفات الكبيره. طيب هنيجي بعد كده ونثبت اداه محرر النصوص اللي هنشتغل بيه طول السلسله وهي النانو، فهنكتب باكج انستول
نانو وانتر. اداه نانو هتخلينا نكتب اكواد ونعدل في الملفات بكل سهوله، وهنستخدمها كتير جدا بدايه من الحلقه دي. لو ظهر عندك طبعا انه متثبت بالفعل يبقى ممتاز، حلو جدا. طيب اخر اداه معانا النهارده وهي تري. هنكتب كده باكج انستول تري انتر. دي اداه هتساعدنا ان احنا نشوف الملفات والفولدرات بتاعتنا مرتبه على شكل شجره، ودي طبعا لما المشاريع بتاعتنا تكبر هتعرف قيمتها كويس، لانها هتمكننا ان احنا نشوف الملفات والفولدرات بتاعتنا بشكل كويس جدا ومنظمه، بحيث ان احنا بعد كده نقدر نوصل لها بسهوله ونتعامل معاها بسهوله. طيب نتاكد بقى ان كل حاجه تمام وكل الادوات دي اتثبتت عندنا. طبعا زي ما شفنا قبل كده هنكتب وليكن عايزين نشوف الاداه دي جيت، عايزين نشوف اتثبتت عندنا ولا لا. جيت داش داش فيرجن انتر، ظهر لي الاصدار. كيرل داش داش فيرجن، تمام. wget داش داش فيرجن، نانو داش داش فيرجن. لو كل امر من الاوامر دي رجع لك رقم الاصدار يبقى احنا كده تمام، مفيش اي مشكله. مبروك، انت دلوقتي جهزت الادوات الاساسيه اللي احنا هنتعامل بيها طول السلسله. طبعا لسه في الادوات اللي احنا هنتعامل بيها بتاعت السايبر سيكيورتي دي لسه هنسطبها بعدين، لكن دي الادوات الاساسيه. بعد ما جهزنا النظام وثبتنا الادوات الاساسيه، دلوقتي هنبدا نتعامل مع الملفات. وصدقني الاوامر اللي احنا هنتعلمها دلوقتي هنستخدمها تقريبا كل يوم، سواء كنت بتبرمج او بتستخدم ادوات لينكس او بتتعلم سايبر سيكيورتي. يلا نبدا. اول امر هنكتبه وهو pwd وانتر. الامر ده بيعرض لك مكانك الحالي داخل النظام، وكل ما تتنقل وتتلخبط بين الفولدرات اكتب الامر ده pwd عشان يعرفك انت واقف فين دلوقتي بالظبط. دلوقتي خلينا نشوف ايه اللي موجود في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي. هنكتب امر ls وانتر، ده طبعا اختصار لليست. الامر ده هيعرض لك الملفات والفولدرات اللي موجوده في المكان ده، ولو حبيت تشوف تفاصيل اكتر عن الملفات هنكتب ls مسافه داش ال وانتر، جاب لك تفاصيل كتيره عن الملفات الموجوده دي. طيب لو عايزين نشوف بقى الملفات المخفيه هنكتب الامر ده ls مسافه داش a. هتلاحظ طبعا ان اي ملف بيبدا عندك بنقطه دوت بيعتبر ملف مخفي، وهنقابل طبعا النوع ده كتير بعد كده. طيب تعالى بقى دلوقتي نعرف ازاي نتنقل بين الفولدرات. تعالى كده نغير مكاننا. هنكتب الاول cd storage. cd اختصار ل change directory، ده بيخلينا ندخل على او ندخل جوه الفولدر ده اللي اسمه storage. حلو جدا. هنتاكد ان احنا دخلنا فعلا جوه الفولدر ده. هنكتب pwd عشان نعرف مكاننا الحالي. هنلاحظ بص كده ان المسار اتغير وبقى فيه الفولدر الجديد اللي احنا دخلنا جواه وهو storage في الاخر خالص. عايزين نرجع خطوه واحده للخلف المكان اللي احنا كنا واقفين عنده. هنكتب cd مسافه دوت دوت وانتر. طيب لو انا دخلت جوه اكتر من فولدر وعايز ارجع مره واحده، مش كل مره هفضل اكتب cd مسافه دوت دوت، لا انا عايز ارجع ورا خالص مره واحده للهوم فولدر، فهنكتب cd بس، مجرد امر cd وانتر، هيرجعك مباشره للهوم دايركتوري او الفولدر الاساسي اللي في الاول خالص الهوم. حلو جدا. انشاء اول ورك سبيس. احنا من اول يوم هنشتغل بطريقه منظمه، مش هنرمي الملفات بتاعتنا في اي مكان. علشان كده هعمل مجلد جديد او فولدر جديد هنسميه سايبر لاب. فنيجي كده ونعمل فولدر mkdir اختصار ل make directory، والفولدر بتاعنا هنسميه سايبر لاب وانتر. حلو جدا. عملنا كرييت لفولدر جديد. تعال بقى ندخل على الفولدر ده. فهنكتب cd اختصار للتشينج دايركتوري زي ما قلنا سايبر لاب وانتر. اتاكد انك بقيت جوه الفولدر. نكتب pwd وانتر، وفعلا احنا بقينا جوه. اتاكدنا خلاص ان احنا بقينا جوه الفولدر بتاعنا اللي هو سايبر لاب. من الحلقه دي وطالع طبعا ده هيكون المكان اللي احنا هنشتغل جواه وهنحفظ فيه كل المشاريع بتاعتنا. انشاء اول ملف. دلوقتي هنعمل اول ملف. فهنكتب touch notes.txt. امر تاتش هنا ده بيساعدنا طبعا ان احنا ننشئ الملفات. حلو جدا. هنيجي كده ونكتب ls، هنلاقي الملف ظهر قدامنا. تمام. notes.txt. تعالى بقى نعدل الملف ده. خلينا نفتحه. طبعا هنفتحه عن طريق التكست اديتور بتاعنا اللي احنا سطبناه وهو نانو. فهنكتب نانو notes.txt وانتر. هنلاقيه فاضي. هنكتب اي جمله وليكن my first سايبر سيكيورتي بروجكت. طيب بعد ما نخلص عايزين نحفظه فهنضغط على كنترول او عشان نحفظ. بعد كده نضغط انتر. عايزين نخرج بقى فهنضغط على كنترول اكس وكده خرجنا بره. حلو جدا. طيب نسخ ملف. دلوقتي تعالى نعمل نسخه من الملف ده notes.txt. فهنيجي نستخدم الامر ده cp اختصار لكوبي notes.txt، ده الملف الاصلي بتاعنا. هنعمل له كوبي فين؟ في ملف تاني هنسميه وليكن backup.txt. طبعا لو مش عايز تكتب اسم الملف كل مره ممكن بس تكتب اول حرفين 3 منه وتضغط على تاب هيكمل لك باقي الاسم، ودي طبعا حركه هتوفر عليك كتير جدا وانت شغال، وكل الناس طبعا محترفين وغير محترفين كله بيعمل الحركه دي. بعديها هنكتب ls عشان نشوف هل فعلا اتعمل الكوبي او اتعمل انشاء لملف جديد ولا لا. هنبص نلاقي بقى عندي الملف الاصلي اللي هو notes.txt والملف الكوبي اللي هو backup.txt. حلو جدا. دلوقتي تعالى نغير اسم النسخه. خلي الملف الاصلي زي ما هو، هنغير اسم النسخه. هنيجي كده ونكتب mv صار ل move، ده طبعا امر بيعمل اكتر من حاجه هوريك دلوقتي. mv backup.txt
هنغيره لايه؟ لباك اب داش اولد دوت تكست، وبعدين طبعا انتر، بعدين ls. هنلاحظ ان الاسم اتغير، الملف كان اسمه باك اب دوت تكست بقى اسمه باك اب داش اولد دوت تكست. وخلي بالك برضو ان الامر mv ده مش بيغير الاسم بس، ده طبعا بيستخدم كمان لنقل الملفات من مكان لمكان، وهنستخدمه كتير بعد كده. حذف الملف، لو عايز تحذف الملف اللي احنا لسه مغيرين اسمه ده هنكتب rm backup dash old دوت تكست. طبعا احنا بنضغط تاب بيكمل لنا باقي الاسم الملف، وبعدين ls. هنبص نلاقي الملف اختفى خالص. لكن خد بالك في لينكس لما بتيجي تكتب الامر rm علشان تحذف ملف، الملف بيتحذف خالص نهائيا، يعني ما بيروحش لحاجه اسمها ريسايكل بين ولا الكلام ده. فدايما اتاكد قبل ما تضغط انتر ان انت فعلا عايز تحذف الملف ده، لانك مش هتلاقيه تاني. حذف فولدر، طبعا لو انت عندك اي فولدر فاضي تقدر تحذفه باستخدام الامر ده rmdir remove directory وبعديه اسم الفولدر. تمام. طبعا تعالى كده نعمل فولدر mkdir ونسميه وليكن احمد. تمام، عملنا الفولدر. تعالى بقى نحذف الفولدر ده، فهنكتب rmdir احمد انتر ls. هنبص هنلاقي الفولدر بتاعنا ما عادش موجود. طيب ده الكلام ده لو الفولدر بتاعنا فاضي. طيب لو الفولدر بتاعنا فيه ملفات، هل هنستخدم نفس الامر؟ لا، مش هنستخدم نفس الامر ده، هنستخدم امر تاني خالص، وهو rm مسافه داش r recursive، وده هنشرحه بالتفصيل في الحلقه الجايه، لان طبعا استخدامه غلط ممكن يحذف ملفات مهمه احنا ممكن نكون محتاجينها. استخدام اداه تري، فاكر اداه تري اللي احنا لسه مثبتينها من شويه؟ تعالى دلوقتي نجربها. هنكتب كده تري، هنبص نلاقي الملفات والفولدرات ظهرت على شكل شجره. طبعا ما عندناش دلوقتي ملفات ولا فولدرات كتير، لكن لما قدام شويه هتبص هتلاقي المشاريع بتاعتنا بقت كبيره، هنبص نلاقي بقى عندنا ملفات وفولدرات كتيره جدا، نقدر نفرق بينهم ونقدر نشوفهم بشكل افضل ونتعامل معاهم عن طريق اداه تري. طيب وصلنا دلوقتي لاخر جزء في الحلقه الاولى، فلو انت طبقت كل خطوه معايا لحد دلوقتي فاحب اقول لك مبروك، لانك بدات تبني بيئه عمل حقيقيه على موبايلك. وفاضل اخر خطوه، وهو ان احنا نثبت لغه برمجه واللي هنستخدمها كتير طول السلسله، وهي طبعا البايثون. يمكن تكون سمعت عنها كتير قبل كده طبعا، ولو سالت اي شخص شغال في السايبر سيكيورتي ايه اهم لغه ابتدى اتعلمها، غالبا هيقول لك البايثون، وده لانها سهله وفي نفس الوقت قويه جدا، وهنستخدمها بعد كده طبعا في تشغيل سكريبتات وكتابه ادوات بسيطه، وطبعا في التعامل مع الملفات والشبكات. تثبيت البايثون، يلا كده نثبت البايثون. هنكتب الامر ده باكج انستول بايثون وانتر. لو سالك تكمل طبعا هنكتب واي وانتر، ونستنى لحد ما التثبيت يخلص. حلو جدا. بعد ما يخلص هنتاكد ان هو اشتغل، فهنكتب بايثون مسافه داش داش فيرجن وانتر. ممكن تكتب برضو لو عندك الامر ده ممكن يشتغل بايثون 3 مسافه داش داش فيرجن، ممكن تستخدمه بدل بايثون. حلو. لو ظهر لك رقم الاصدار يبقى البايثون اتثبتت عندك بنجاح، ومبروك يا باشا ثبتت البايثون. طيب تعالى نكتب اول برنامج في البايثون. دلوقتي هنكتب اول برنامج لينا، هننشئ ملف جديد touch.hello.py وانتر. كده خلاص انشأنا الملف. تعالى بقى نفتحه باستخدام التكست اديتور بتاعنا nano hello.py وانتر، وهنكتب السطر ده print hello cyber world، وده ابسط برنامج بايثون ممكن تبدا بيه. كل اللي بيعمله ان هو بيطبع الجمله اللي انت كتبتها بين قوسين دي، بيطبعها على الشاشه. طيب بعد ما نكتب السطر ده تعالى طبعا نحفظ الملف كنترول او عشان نحفظ وانتر، بعدين عشان نخرج كنترول اكس. حلو جدا. تعالى بقى نشغل البرنامج. دلوقتي لحظه الحقيقه، هنشغل برنامج فهنكتب بايثون hello.py او طبعا بايثون 3 hello.py وانتر. لو كل حاجه تمام هتبص هتلاقي الرساله او الكلام اللي انت كتبته بين القوسين ظهر قدامك على الشاشه، وده معناه انك كتبت اول برنامج بايثون وشغلته بنجاح على موبايلك. دي خطوه مهمه جدا. تعالى بقى دلوقتي نعمل تجربه بسيطه، عايزين نخلي البرنامج ده يتفاعل مع المستخدم. بمعنى ايه؟ تعالى نشوف. هنفتح الملف تاني ونكتب nano hello.py عشان نفتح الملف تاني. امسح لي بقى كده الكود القديم ده كله، السطر ده كله كده هنمسحه، وتعالى نكتب السطرين دول name equal input what is your name. حلو. وانزل السطر اللي بعده واكتب print welcome والفاريبل بتاعنا اللي هو النيم اللي اليوزر هيحفظ فيه الاسم. حلو. تعالى بقى نحفظ الملف بنفس الطريقه كنترول او انتر وكنترول اكس. تعالى نشغله مره ثانيه بايثون hello.py وانتر. لاحظ طبعا انك في اللينكس مش محتاج تكتب الاوامر من اول وجديد، يعني لو انت عندك اي امر عايز تكتبه، امر طبعا انت كتبته قبل كده عايز تستخدمه تاني، كل اللي انت محتاجه ان انت تستخدم الاسهم اللي موجوده عندك فوق وتحت علشان تجيب الاوامر اللي انت كتبتها قبل كده وتستخدمها تاني. تقدر طبعا تعدل فيها او تستخدمها نفسها زي ما هي. دي طبعا كلها حركات بسيطه هتوفر عليك كتير وانت شغال. بعد ما البرنامج يشتغل هتلاقيه بيسالك على اسمك، تكتب اسمك احمد وانتر، تلاقي البرنامج رحب بيك بالاسم اللي انت كتبته، ودي حاجه كويسه جدا، وده معناه ان البرنامج اللي احنا كتبناه بدا يتفاعل مع المستخدم.
ودي اول خطوه في كتابه برامج حقيقيه. بما ان البايثون اتثبتت، تعالى كمان نتاكد ان البيب موجود. هنكتب بيب مسافه داش داش فيرجن، او طبعا بيب 3 مسافه داش داش فيرجن. لو ظهر رقم الاصدار يبقى تمام، حلو جدا. والبيب ده طبعا اللي احنا هنستخدمه بعد كده علشان نثبت المكتبات الخاصه بالبايثون. تنظيم المشروع اخر خطوه معانا. خلينا ننظم ملفاتنا. هنيجي كده ونعمل فولدر جديد هنسميه mkdir عشان نعمل كريت للفولدر. الفولدر اسمه ايه بقى؟ بايثون بروجكتس، وانتر. كده عملنا فولدر جديد اسمه بايثون بروجكتس. هندخل عليه cd بايثون بروجكتس. حلو جدا. دلوقتي هننقل الملف اللي هو كان اسمه hello.py، عايزين ننقله جوه الفولدر ده. فهنكتب mv.hello.py وبعديه مسافه كده وبعديه نقطه. الامر ده معناه ايه؟ الامر ده معناه ارجع خطوه لورا. انا دلوقتي جوه بايثون بروجكتس، فولدر اللي اسمه بايثون بروجكتس. الامر ده معناه عايزك ترجع خطوه لورا، حلو، وتعمل لي موف للفايل اللي اسمه hello.py في المكان اللي انا واقف فيه حاليا اللي هو دوت. تمام، ده ترجمه الامر ده. دي طبعا من الحاجات اللي احنا هنستخدمها كتير جدا بعد كده. حلو قوي. دلوقتي نظمنا الملفات بتاعتنا، كله بقى تمام. تعالى بقى نشوف ملخص الحلقه اللي احنا اتعلمناه. خلينا نفتكر بسرعه احنا عملنا ايه النهارده. بدانا بتجهيز الترموكس، فعلنا صلاحيه الوصول للملفات، بعدها حدثنا النظام وتعرفنا على الفرق بين الابديت والابجريد، وثبتنا الادوات الاساسيه اللي احنا هنستخدمها طول السلسله، وهم طبعا جيت وكيرل ودبليو جيت ونانو وتري. وبعد كده اتعلمنا ازاي نتحرك بين الفولدرات وننشئ ملفات ونعدلها وننسخها ونحذفها كمان. وفي النهايه ثبتنا البايثون وكتبنا اول برنامج لينا وشغلناه وخليناه يتفاعل مع المستخدم. لو بصيت لاول الحلقه وبصيت لنفسك دلوقتي هتلاقي انك بنيت اول بيئه عمل حقيقيه على موبايلك، ودي مجرد البدايه، لكن لسه الافضل جاي. في الحلقه الجايه هنثبت اوبونتو كامله داخل الترموكس، وهنتكلم عن امتى تشتغل على الترموكس وامتى تشتغل جوه اوبونتو وايه الفرق ما بينهم. ومن هناك هنبتدي فعليا نثبت ادوات البين تيستنج اللي احنا هنشتغل عليها طول السلسله. في النهايه لو الحلقه عجبتك واستفدت منها، يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله تشوف الحلقات الجايه لان السلسله دي مهمه جدا. واكتب لي طبعا في الكومنتات هل كل الاوامر اشتغلت معاك مظبوط ولا قابلتك اي مشكله اثناء التطبيق، وانا ان شاء الله هتابع معاكم في التعليقات وهساعد اي حد عنده اي مشكله. واشوفكم باذن الله في الحلقه الجايه. سلام.